أعزائي المشاهدين، مرحبا. هذه قناة أجفي سبور. إذا كنت أول مرة تشاهد قناتنا لا تنسى تشترك وفعل زر الجرس لتتوصل دوما أنت الأول بجديدنا. لا تنسى تضغط زر الإعجاب والتعليق برأيك على القناة ومشاركة الفيديو ليصل لأكبر شريحة ممكنة من الناس. والآن مباشرة إلى الفيديو. اتفق سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم مع المدير الفني الجديد التونسي المهدي النفطي على ضرورة تحقيق أهداف مهمة لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة أو فسخ العقد الذي يجمعهما إذا ما فشل في تحقيق الأهداف المتفق عليها. وتعاقد الوداد الرياضي مع النفطي الاثنين الماضي بصفقة تمتد إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي، مع إمكانية التجديد إذا ما نجح المدرب التونسي في تحقيق الأهداف المتفق عليها خلال مرحلة الإياب من الموسم الحالي، حيث ينافس الوداد الرياضي على عديد الألقاب في المواجهات محليا وقاريا. وحسب معطيات خاصة فإن سعيد الناصري طلب النفطي بضرورة الحفاظ على لقب الدوري المغربي خلال الموسم الكروي الحالي بعدما حقق الفريق اللقب العام الماضي، إضافة إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية التي سيحتضنها المغرب مطلع الشهر المقبل. وأوضح ذات المصدر أن رئيس النادي سعيد الناصري طالب المهدي النفطي بضرورة تحقيق نتائج إيجابية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا وبلوغ المباراة النهائية، بحكم أن الوداد الرياضي توج باللقب في آخر نسخة مع مدربه وليد الركراكي، وهي نتائج كفيلة بتجديد عقد النفطي مع نهاية الموسم الكروي الحالي. وأشرف النفطي المدرب الودادي يوم الثلاثاء على أول حصة تدريبية لفريق الوداد بعدما وصل الاثنين إلى المغرب ووقع عقد انضمامه على رأس الجهاز الفني لفريق الوداد الرياضي. قرر معيد الوداد الرياضي البدني تقديم استقالته بعد موسم ونصف داخل النادي، إذ كان ضمن الطاقم التدريبي لفريق الوداد الرياضي مع وليد الركراكي الموسم الماضي الذي شهد تتويج الوداد بثنائي البطولة ودوري أبطال إفريقيا. واستغل واجو رفقة طاقم المدرب السابق الحسين عموسة، وقرر تقديم استقالته من منصبه في نفس يوم تعيين التونسي المهدي النفطي مدربا جديدا لفريق الوداد الرياضي. وغادر هشام الإدريسي منصبه كمدرب لحراس المرمى الوداد، تاركا مكانه للحارس الدولي السابق نادر المياغري الذي عاد إلى فريقه السابق بعد اشتغاله كمدرب حراس في عهد المدرب الفرنسي سيباستيان دو صابر. وكان قد غادر الطاقم التقني للوداد الرياضي كل من مصطفى الخلفي ومحمد العالوي الإسماعيلي الذين اشتغلوا كمساعدين للمدرب السابق عموتة، بالإضافة إلى المعد البدني إدريس واجو ومدرب الحراس هشام الإدريسي، إلى جانب المياغري يرتقب أن يكون ابن الفريق الأحمر عبد الإله الصابر مساعدا للمدرب الجديد المهدي النفطي، وسيقوم الأخير بجلب معد بدني من اختياره. أعلن فوطا فيكا عن اختيار الناخب الوطني وليد الركراكي كأفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2022 وفقا لما أفرزته النتائج النهائية لاستفتاء الرأي. وجاء تتويج الركراكي بهذه الجائزة بعدما تحصل على نسبة 44.42% من مجموع الأصوات المشاركة في هذا الاستفتاء، والمقدرة ب 301,128 مشارك. وفي ذات السياق تفوق الركراكي على المدربين الأفارقة البارزين من قبيل الكونغولي فلوران إيبينغي مدرب الهلال السوداني حاليا ونهضة بركان سابقا، وآليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي، وجمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري، وريغوبي سونغ مدرب المنتخب الكاميروني. معلوم أن الركراكي كان قد بصم على مستوى مميز منذ توجهه لعالم التدريب محليا وقاريا ودوليا، لعل أبرزها بلوغه نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 في سابقة تعد الأولى من نوعها على الصعيدين العربي والإفريقي.
كشفت صحيفة كوريري ديلو سبور الإيطالية أن يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يسعى لضم النجم المغربي الذي تألق في مونديال قطر سفيان أمرابط صاحب 26 عام. وذكرت الصحيفة أن كلوب من أشد المعجبين بلاعب وسط نادي فيورنتينا الإيطالي، وأنه يضغط بشدة من أجل تقديم عرض، ويعلم أن إدارة النادي ستوفر الموارد لإرضائه. وأفاد كوريري ديلو سبور بأن ليفربول سيقدم عرض بقيمة 35 مليون جنيه استرليني، أي حوالي 42 مليون دولار، مقابل الحصول على اللعب من النادي الإيطالي، مع العلم أن من المتوقع أن يقدم الأخير أيضا عرض له في ظل المنافسة مع أندية أخرى. الجدير بالذكر أن نجم أسود الأطلس استحوذ على اهتمام أندية كبرى خلال الأسابيع الماضية بعد تألقه في مونديال قطر ومشاركته في تحقيق الإنجاز التاريخي للمغرب بالوصول لنصف نهائي كأس العالم. وخسر المغرب مباراة نصف النهائي 2-0 أمام فرنسا، لكن أمرابط كسب مكانة بين أفضل اللاعبين خط الوسط بسبب قدرته القتالية في خط الوسط الدفاعي. وتصدر الفريق الشمالي الإفريقي مجموعته في المونديال بفضل جهود أمرابط ونجوم كبار آخرين، متقدما على بلجيكا وكرواتيا قبل أن يتغلب على إسبانيا والبرتغال دون أن تستقبل مرماه أي هدف بتلك المباريات. ويتذكر عشاق المنتخب أمرابط عندما ركض للحاق بلاعب باريس سان جيرمان مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان بابي خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم، والوصول إليه وانتزاع الكرة منه رغم سرعة نجم باريس سان جيرمان الفائقة. وورد اسمه في قائمة أفضل لاعبي المونديال لموقع جول الرياضي الذي وصف أداءه بالمذهل، وقال إنه كان أفضل لاعب خط وسط مدافع في قطر. وبسبب تألقه خاصة خلال مباراة البرتغال زاد اهتمام كبار الأندية في أوروبا بخدماته، وأبرزها ليفربول وتوتنهام وهوتسبير وبرشلونة وإشبيليا، مع حرص فيورنتينا على الاحتفاظ بخدمات نجمه لكن مع إقراره بقوة المنافسين. ويخطط الفريق الإيطالي لعرض عقد جديد على أمرابط، لكن المال ومكانة الفرق المنافسة قد لا يسعفونه وفق موقع ليفربول إيكو. تمنى حساب الدوري الإسباني لا ليغا التوفيق للمدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي الذي سبق وأن عاش تجربة احترافية في إسبانيا، واصفا إياه بالمدرب العالمي. ونشر حساب لا ليغا بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا عن المدرب التونسي قائلا: كل التوفيق للمدرب العالمي مهدي النفطي في مهمته الجديدة في فريق الوداد الرياضي. ذات المصدر تابع: مدرب تألق مع ليفانتي وليغانيس ولوغو في الدرجة الثانية، في إشارة إلى تجارب النفطي السابقة في إسبانيا. وأعلن فريق الوداد الرياضي تعاقده مع النفطي لخلافة الحسين عموتة على رأس العارضة التقنية لفريق الوداد الرياضي. قررت لجنة التأديب والغرامات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف أحمد رضا التقناوتي حارس مرمى فريق الوداد الرياضي لمدة 3 مباريات نافذة، مع تغريمه مبلغ 20,000 درهم بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه ضد الجيش الملكي بالرباط، وذلك بناء على المادتين 85 و76 من مدونة التأديب. وكان حارس مرمى فريق الوداد الرياضي لكرة القدم أحمد رضا التقناوتي قد قدم اعتذاره للجماهير المغربية والودادية على وجه الخصوص وللاعب الجيش الملكي على ما بذر منه في رسالة نشرها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن رضا التقناوتي تم استدعاؤه هو ويحيى عطية الله ويحيى جبران من فريق الوداد الرياضي للمشاركة رفقة المنتخب المغربي من قبل وليد الركراكي، وقد حققوا صعود تاريخي كأول منتخب يصل لنصف نهائي كأس العالم في إفريقيا والعرب.
حافظ نادي الوداد الرياضي لكرة القدم على صدارة تصنيف الأندية الوطنية متفوقا على غريمها الرجاء ونادي الجيش الملكي، في حين احتل الفريق الأحمر وصافة التصنيف الإفريقي. وحسب موقع فوتبول داتابيز المتخصص في الأرقام والإحصائيات الكروية، فقد احتل بطل المغرب الموسم الماضي صدارة ترتيب أفضل الأندية الوطنية ووصافة القارة الإفريقية خلف الأهلي المصري برصيد 1626 نقطة، وذلك في آخر تحديث للمصدر المذكور. وجاء الرجاء الرياضي في المركز الثاني وطنيا والثامن في القارة السمراء برصيد 1540 نقطة، والجيش الملكي ثالثا في المغرب والمركز ال21 إفريقيا برصيد 1465 نقطة. يشار إلى أن فريق الفتح الرياضي احتل المركز الرابع محليا والسادس والثلاثين إفريقيا، فيما جاءت النهضة البركانية في المركز الخامس محليا و52 قاريا. تلقى الوداد الرياضي عرض مغري للاستغناء عن خدمات نجم الفريق في الميركاتو الشتوي، وكشفت معلومات أن فريق الجزيرة الإماراتي قدم عرض مغري للاستفادة من خدمات اللاعب الودادي أيمن الحسوني. وتحمس الحسوني للعرض لأسباب عائلية وأيضا اجتماعية بعدما فاز بكل شيء ممكن مع الوداد الرياضي. وكشفت مصادر مسؤولة أن رئيس فريق الوداد الرياضي عرض الأمر على المدرب الجديد مهدي النفطي الذي سيحسم في مسألة استمرار الحسوني من عدمه. ويعد الحسوني واحدا من نجوم الفريق الأحمر، بل واحدا ممن ساهموا في تتويج الوداد الرياضي بألقاب محلية وقارية. ويبلغ الحسوني من العمر 27 عام، وتدرج عبر جميع الفئات العمرية للوداد، وليست المرة الأولى التي يتلقى فيها الحسوني عروض مغرية من فرق عربية، لكن التزامات الوداد الرياضي حالت دون رحيله في وقت سابق. ذكرت الصحف الإيطالية أن نجم وسط المنتخب المغربي عز الدين أوناحي صاحب 22 عام هو الموهبة الجديدة التي وضعتها نابولي نصب عينها في يناير المقبل. التفاوض ليس سهلا لأن هناك الكثير من المنافسين، ويرغب نابولي في إيجاد اتفاق مع أنجيها الفرنسي لتركه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع إلزامية شراء في الصيف المقبل ب20 مليون يورو، لكن أنجيه سينتظر للاستماع للعروض المقدمة من مارسيليا والليست سيتي قبل أن يمنح نابولي الرد النهائي على الصفقة. من المنتظر أن يدشن الناخب الوطني وليد الركراكي أواخر شهر يناير الجاري جولة ستقوده إلى عدة دول أوروبية من أجل متابعة مجموعة من اللاعبين المغاربة المزاولين هناك والوقوف عن قرب على مؤهلاتهم ومدى استعدادهم للانضمام لصفوف المنتخب المغربي خلال الاستحقاقات المقبلة. وتشير معطيات إلى أن الركراكي سيركز أساسا على محاولة استقطاب لاعبين يعزز بهما خط الدفاع والهجوم لعدم اقتناعه بمستوى بعض البدائل الذين شاركوا في مباريات مونديال قطر. ومن أبرز الأسماء التي أثارت اهتمام الركراكي هناك المهاجمين الشابين إلياس حسني وإلياس بن صغير الممارسين في صفوف باريس سان جيرمان وموناكو على التوالي، بالإضافة إلى قطب دفاع الفريق الثاني ببرشلونة شادي رياض، حيث سيعمل الناخب الوطني على الجلوس معه ومحاورة أسرته بهدف إقناعه بالمشروع الرياضي للمنتخب وبأهمية تمثيل منتخب بلادهم الأم مستقبلا. للإشارة فإن النخبة الوطنية ستخوض مباراتين وديتين أواخر شهر مارس المقبل داخل المملكة، حيث سيواجه فيها على الأرجح منتخبا أوروبيا وآخرا من أمريكا الجنوبية لم يتم التحديد بعد هويتهما. في ظل معاناة نجم أسود الأطلس حكيم زياش بسبب قلة دقائق لعبه التي يحصل عليها مع فريق تشيلسي الإنجليزي خلال الموسم الحالي، دخل فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي على الخط وأبدى رغبته في استعادة الدولي حكيم زياش خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وبحسب سوكر نيوز فإن محاولات زياش باستعادة مكانته في تشيلسي لم تجدي نفعا، وفي ظل اتخاذ مدرب جراهام بوتر قرارا نهائيا بالتخلي عنه
رغم تألقه اللافت في مونديال قطر 2022. وانضم أياكس أمستردام إلى ميلان في سباق التعاقد مع زياس، لكن كلا الناديان لم يقدما على أي خطوة حتى اللحظة من أجل الحصول على خدمات الدولي المغربي حكيم زياس في الميركاتو الشتوي الجاري. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو، أستودعكم الله وإلى اللقاء.